شكرا الأخ رئيس. جنان، اليوم انت جايبه فريق كبره والنعم فيهم كلهم كويتيين ويوه جواهر كويتيه تعمل وبكل اخلاص وضمير، بس والله ما كان له داعي. انت كنتي فريق بروحك، بارك الله فيك. تفنيدك اتحدى اي واحد في القاعه يقول مو قوي، اتحدى اي واحد في القاعه يقول جنان ما ابدعت اليوم. قوه الرد والحجه والتفنيد والرد اللي جاي في صلب الموضوع لدرجه انا خرعتيني، كنتي تفندين الاستجواب كلمه كلمه. وهذه تحيه لك يا عمر، تحيه لك كمستجوب راقي، طرحك راقي، تحركت في المحاور صح، فهمتنا شنو اللي قاعد يصير بالضبط. احييك، اشتغلت معاك 3 سنين اللي فاتت، ومن العناصر اللي اتشرف بالعمل معاها. لكن لما يجي اليوم على تفنيد جنان بوشهري، العرض اللي قدمته وزيره عنصر عمود رئيسي من عواميد خيمه حكومه كان قوي وصلب. والله يا جنان لو انت عمود خيمه وباجي الوزراء باجي العواميد طاحوا كلهم تظل الخيمه واقفه لانك عمود رئيسي. لكن مشكلتك حكومتك مقله دبره فيها، ما فيها دبره. حكومه تفرط فيك علشان شخوص اخرى تحميها. قلتها من 10 أيام وانا برا القاعه، قلت في كبش فدا راح يروح وفي قنابل، اذا تذكرون كبش الفدا كانت جنان. انا لما اتكلم عن وزراء ما يهموني اسماء، انا ما تعنيني اسماءكم سواء من اسره او من عوائل، انا يعنيني مناصبكم، يعنيني التوصيف الوظيفي اللي بناء عليه اقسمتوا على حمايه هذا الوطن وحمايه الدستور. لكن كل واحد فيكم يا اعضاء حكومه يطق الثاني لانقاذ شخص واحد، بالمقابل الكويت كلها تحكي في صراع شيوخ. رحتي انت بين الرجلين يا جنان. للاسف قلبي كله الم وحسره عليك يا حكومه لما تضيعين عناصر وطنيه مثلها. والله في عناصر اضعف مليون مره تستاهل ان اليوم اذا طلعت من القاعه ما ترد، ولا هم كفوا وزاره. لكن للاسف ان الفساد السياسي مو بس الفساد المالي، الفساد السياسي هو اللي ادى للتخلص من عناصر نظيفه مثل جنان. عيب، اما آن الاوان اوادم تنطر، اوادم عينها على اقل رزقه. بنك الائتمان كاهو الاخ صلاح المضف موجود ويدري بمعاناه الاوادم، هو نفسه يعاني ككيان من حروب قامت عليه من وزراء سابقين طقوا في سمعته وفي اهله وفي شرفه، وهذا من داخل الحكومه. لما الناس تقول فساد برلماني، لا، خلي يشوفوا الفساد السياسي داخل الحكومه. هذا اعدام سياسي اللي حصل حق جنان بوشهري اليوم. مرة اشتغلت، حاربتوها لأنها مرة، أقولها وأكررها 1000 مرة، حاربتوها لأنها مرة وأنجزت اللي عجز عنه طوال الشوارب، وقدرت تنظف وتوقف مناقصات وتوقف مال سياسي وتوقف اللي قاعد يصير من مهاترات ما بين أصحاب مقاولات ومناقصات ومتنفذين وتجار تلاعبوا في رزقكم كلكم، وقفت بويهم. شفت وشهدت، وأنا أشهد ربي يسمعني موجود، ربي فوقي يسمعني. شفت وشهدت مدى مقاومة جنان حق هذا كله. قلة الدبرة من الحكومة، قلة الدبرة فيهم. كنت أقول هذه البلد تحتاج إرادة
الإدارة صح، الحين لا إرادة ولا إدارة ولا شيء. بدلال الأوادم مهجت ملت كفرت. كل اللي قاله عادل الدمخي صح. أصلا من كثر ما قاله عادل الدمخي شكيت أنه هو مؤيد للاستجواب. من حق عمر يستجوب. عمر مارس أداة دستورية، منحيات دستور، مارسها بكل صلافة وصلابة وقوة وحزم وأدب وذوق. كوني أعرفه هذا الشخص ومن أي بيت طالع، ما استخدم مصطلحات سوقية ولا استخدم الضرب تحت الحزام مثل ما يقولون، ولا الطعن في ذمتها المالية، كثر ما ضرب في صلب عملها بس ردت. ترى على فكرة يا سطر أول كلكم، حتى الأقوياء منكم راح تكونون في يوم من الأيام ضحية هالإعدام السياسي إذا ما اشتغلتوا صح. كلكم. القوي فيكم أكلمة، لأن بعضكم ضعاف لابس دشداشة أوسع منه. أقولها وبكل ألم وحسرة أخي الرئيس، الفساد السياسي لا يتهمون مجلس أمة فيه، بل موجود داخل الحكومة. أنت اليوم راح تكونين حالتك، أكثر شيء أقدر أقوله أنت فخر لبناتك. مرافعتك اليوم ستمجد وتسطر بماء الذهب لبناتك، والتاريخ اللي قدامه بيشهد. أنا حية ولا ميتة، بس شهدي يا جنان، وأمام الشعب الكويتي أقولها، وقفتك وقفة بطولية اليوم، سطرتي كلامك صح، وشكرا لفريقك. أنت اليوم مثال حي لطلبة كلية الحقوق، راح يستخدمك كل دكاترة كلية الحقوق كمثال على الإعدام السياسي لوزير نشط. أشكر كل النواب إخواني اللي وقفوا وفعلا صمدوا إن فعلا يعون. قسما بالله والله العظيم ولا نائب حتى اللي وقعوا يقولوا لي هناك بالاستراحة وما يشربون قهوة، تفنيدها عجيب قوية جنان، ووقعوا. ايه المركب بدا يدني لزواله، الكل ينط منه، واضح. شارع انتخابي، تويتر يطق، بس ما في الضمير الحي اللي يقول لا اقول الحق لو على قصر رقبتي. ما يهمني كرسي احصل عليه بالمستقبل ولا لا، يهمني ضميري والقسم اللي اقسمته. جنان عنصر قوي مثل ما راحت هند من قبل، عناصر قوية تشتغل وبكل ذمة وضمير. أعدمتوها سياسياً يا حكومة عشان تهتمون بالأداء السيء اللي قاعد في الصف الأول. جنان أنت ما خسرتي، أنت كسبتي. بارك الله فيك، وبارك الله في فريقك، وبارك الله لك في أسرتك الكريمة. كل التحية والحشيمة لك يا جنان. شكراً لك رئيس. شكراً أخت صفاء.